السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. قولوا لي يا اختي وقولوا لي وكي درتوا مع هاد الصهودات. المهم انا من كازا كنهضر الموت البنات الموت. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد على اي حاجه. غير هو احنا ما ولفناش سبحان الله العظيم في كازا يجينا الصاد بهاد الحراره هذه، يعني 46 في النهار. زعما عمرها ما انا بعدا ما عمرني عقلت على راسي عشت هاد الصهد هذا. الله يرحمنا يا ربي يا ربي، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجه خرجت نفطر على برا. تشهيت نمشي نفطر في هاد الفيرما هذه. هذا البنات اللي كيسولوني عليها هذه راه كاينه في بوسكوره، والثمن عندهم ثمن مناسب. انا عرفت بزاف ديال الاخوات كيبغيو يخرجوا هكا يفطروا على برا، هكا شي فطور اللي كيكون زوين وبلدي وثمن مناسب. المهم هاد القهوه هذه ولا هاد الفيرما هادي ما غتلقاوش محسن منها بهاد الثمن. كيف ما شفتوا معايا فيها اومليت، السمن، زبده بلتيه، العسل، اتاي، الرايب، الملاوي، المهم كل شيء. هاد الشيء تقريبا ما واصلاش حتى 60 درهم هاد الفطور كامل. يعني كنظن انه ثمن جد مناسب، وكتغير شويه الجو، كتحطي الوليدات كيلعبوا تما حداك. المهم كل شيء فيها زوين، وعندهم حتى الغدا البنات عندهم كل شيء. الناس اللي انتريسي هكا وبغاوها راه نعد لكم، ما عندي حتى شي مشكل. وهذا الشيء انا كنخلصو بفلوسي، راه ما كنديرش اشهار. غير انا كيف ما كتعرفوا عليا البنات، حنا هنا بحال العائله الحمد لله. واي حاجه كتعجبني كنظن انها حتى نتوما غادي تعجبكم. صافي من بعد اختي ما رجعت للدار، هنا كانوا جايين عندي شي ناس وماشي كثار صراحه، غير قلال. وقلت غادي نصايب هكا شي حاجه للغدا تكون خفيفه ظريفه مع هاد الصهودات. ما كنقدروش على الماكله، ما كنقدروا على حتى شي حاجه. بالحق حتى البنات خلاو لي بزاف 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 ديال لي كومونتير على الملاوي. والله البنات ما ناسياكم والله العظيم. الا كان سالا ليا الفورس ومشيت وتقديت الزبده وكل شيء باش نصايبو، ولكن راه قهرني هاد الصهد ما قدرتش نصايبو دابا. صبروا عليا البنات تتخفف شويه الحراره وانا معاكم. انا ديجا عندي مصور في القناه، ولكن ما بغيتش نعاود نجبدو من القناه وندير ليه المونتاج ونحطو. لا قلت غادي نحطو لكم بطريقه مبسطه جدا، وقلت غادي نعاود نصورو. علاش لا؟ هو واحد الكيك ديال النوكا بزاف تا هو ديال التعاليق جاوني عليه. هادو بجوج البنات تسناوهم في الفيديو اللي من مور هذا، انا اكيد غادي نحطهم لكم. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني عافاك هاجر عطينا الدواء ديال الشعر، البنات انا كناخذ. المهم غنقول لكم الدواء هنايا، وكيف ما قلت لكم هذاك الفيديو اللي غادي ندير من مور هذا غيكون مجموع فيه كل شيء. المهم كناخذ العظومه ديال التمر، كنبقى نجمعهم حتى كنعمر واحد القريعه. انا هاد الوصفه هذيك ملي كنتقدى التمر كنبقى ناكلوه وكنخزن داك العظيمات ديالو. صافي هادشي اللي فيها. كتاخدي العظيمات كتحمريهم يا اما في الاير فراير ولا في واحد المقيله ولا في الفران حتى كيرجعوا كحلين. حتى لهنا واضح. كطحنوهم البنات في واحد الطحانه وكتزيدوا عليهم الزنجلان. علاش انا زدت عليهم الزنجلان؟ لان الزنجلان كيرطب الزغبه، ما كيخليهاش تبقى ناشفه بزاف، والتمر هو اللي كينوض لكم الخلفه. صافي كديروهم في واحد القريعه وكتخويو عليهم يا اما الزيت البلديه، وبما ان الزيت البلديه غاليه بزاف ما بقيناش كنقدروا نديروها في الدواء ديال الشعر، فديروا زيت نوار الشمس البنات، سخنوه وديروه مع هاد الخلطه هادي. صافي وخزنوها في واحد المكان غير اسبوع، في واحد المكان يكون مظلم غير اسبوع، وبداو تشقوا بها رؤوسكم قبل من الحمام. يعني ساعه قبل الحمام ولا حتى لساعتين عاد دخلي اختي دوشي. المهم انا هنا ما بغيتش نخليكم كتسناو اكثر، وقلت نقول لكم هنا الوصفه، ومن بعد ان شاء الله باذن الله غادي نطبقها معكم. راني بديت كنجمع العظيمات ديال التمر، واخا ما غنديرش كونتيتي كبيره حيت انا مازال عندي الدواء غير على قبلكم. جمعت واحد الكونتيتي وتقديت حتى الزنجلان. والله البنات الا غير هذا الصهد سبحان الله العظيم كيعكز، وعاد كتكوني جالسه كيعيط لك شي حد غادي يجي عندك ولا هذا، صافي ما كتقدرش صافي ما كتقدرش تنوضي تصايبي شي حاجه غير هكاك زعما بحال هاد الوصفات. وهذا الشيء كيبغي شويه الوقت، وكيبغي اختي تيكون الحال بارد. اختي راه الموت ايوا الله يرحمنا. صافي هنا دزت اختي الباتيسري اللي معلوم عندي، خديت من عندهم واحد الكيلو ديال الحلوى ديال الصابلي ب 100 درهم. هذه البنات 100 درهم للكيلو. كناخذها ميلونج ميكس هكا اللي غيقيس اللي غيعمر لي واحد البلاطو. من بعد فكرت قلت غندير واحد البسيطيله، ماشي بسطيله غير بسيطيله ديال الدجاج، تكون ديال 8 الاشخاص ولا ديال 6. انا اصلا ما عنديش كيف ما قلت لكم الناس بزاف غير قلال، وقلت غادي ندير واحد البسطيله ديال الدجاج تكون زوينه معلكه. صافي
الله يجعل لي البركه. هنا خديت اختي البصله درتها في الكاميله، خديت الدجاج اللي ديجا كنت مرقداه في الاقامه العاديه البنات، خرقوم، سكينجبير، الملح، الابزار، السمن ضروري كندير فيها شويه ديال السمن والقرفه. المهم هذه هي المقادير باش كندير الدجاج. صافي درتو هنايا في واحد الكاميله كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال التوابل باش تجيني متبله ديك البصيله حتى هي وتجي معلكه. هنا درت شويه ديال الزعفران زغبه، هذا الزعفران ممكن ديروه غير في كاس الماء وتحركوه وتضيفوه، انا ضفتو هكاك. صافي درت هنا عويدات ديال القرفه، وما نساوش واحد الربيطه ديال الربيع. البنات انا غضحكوا عليا، انا ما كنفرقش ما بين المعدنوس وما بين القزبر، انا ما كنفرقش بيناتهم. المهم هو هذا، انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوني شنو درت. صافي من بعد اختي كنسد على الكاميله ديالي وكنخلي الدجاج حتى كيدخل فيه ديك القامه. عاد كنضيف الزيت راني ما ضفتوش في الاول البنات حتى دخل الدجاج طياب وتبل. عاد كندير الدجاج صافي من بعد ما كيطيب ليا اختي الدجاج ديالي كنحيدو وكنديرو في واحد الكاميله ولا في واحد البول باش نحيدو ليه دوك العظيمات اللي كيكونوا لاصقين فيه. هنا غادي نخلي هاد التغميره هذه غنخليها حتى توقف تماما مع ديك الزويته. عاد غنضيف ليها السكر. هنا كاين الناس اللي كيضيفوا العسل، انا درت السكر البنات تقريبا زلافه صغيره، ما كنبغيش الحلاوه بزاف، كنبغي ناكل بسطيله وناكلها وانا عاجباني، ماشي ناكل غير جوج غمات ثلاثه ونتكهم، كنبغي ندير الحلاوه تكون متعادله. صافي هنا من بعد ما كضفت السكر وخليتها حدايا مره كنحركها، دزت هنا باش نفرتت هاد الدجاج هذا. غنحاول نفرتو كامل ونحيد ليه دوك العظيمات اللي فيه. وتبارك الله شوفوا لي هنا، شوفوا الدغميره كيفاش جات واقفه وجات محمره معلكه. صافي هذا هو القياس ديالها، ما غاديش نزيد نديرها اكثر. هنا كنقص انا واحد الكميه وكنديرها في واحد الزلافه وعاد كنضيف البيض. المهم هنا غنحيد ديك الكميه اللي قلت لكم، خصني راني حاطه الفيديو كنمونطي وكنشرب واحد القهوه مشهيتكم فيها بسلامتكم. صافي هنا حيت كيف ما شفتوا معايا واحد شويه. هنا غنضيف البيض غنحركو بالزربه باش ما يجينيش بحال الاومليت، ها نتوما بحال هكا. صافي حتى كيطيب ليا البيض ديالي. صراحه بسطيله ديال الدجاج كتجيني زعما من الاطباق حتى هي سهله، ما صعيباش بزاف، غير خص يكون عندكم المكونات ديالها، سيرتو اللوز، يكون عندكم الورقه، يكون عندكم الدجاج. المهم تكونوا هادشي مقدينه باش كتجيكم سهله، لان هادشي هو اللي كيعكز عليها. صافي هنا من بعد اختي ما طيبت هذيك التغميره وطيبت هذيك هذاك البيض، خليته هنايا مازال خصو يزيد ينشف. وهنايا دزت خديت التغميره ديالي خلطتها هنا مع داك الدجاج باش كيعطي ديك التعليكه فيه. وصافي هادشي هما المكونات ديالي. هنا غنطفي حتى على داك البيض حتى هو باش ما يتحرقش. ضروري البيض كديروا في واحد الشبيكه باش كيتسقطر، لانه كيخرج واحد الزيت، كيخرج حتى الماء، كينشف، خصو ينشف تماما باش ما يفسدكش لكم الورقه ديالكم. المهم انا كنعطيكم طريقه اختي بسيطه ديال المبتدئات، طريقه سهله ماهله، ما فيهاش كثر التعقيدات وكثره المراحل وكثره الزواق. المهم داكشي اختي انا راكم عارفين يا البنات، انا عندي زعما نيشان اللي كنديرو في داري كنبارطاجي معكم وصافي. وهنا الغزالات من بعد ما خديت اللوز سلقته حتى هو اكيد وخليته حتى نشف، بديت به هو الاول سلقته ونشفته وخليته صافي دزت قليته. هنا غادي نطحنو حتى هو مع شويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال القرفه. وصافي هادشي اللي كندير فيه. من بعد كناخذ هاد الزويته اللي هبطات من الدجاج كنديرها في هذاك اللوز باش كيجيني معلك، ما كيبقاش مفرشش. فهمتوني؟ ايوا صافي هنا اختي كنوريكم راني مازال كنقلي في اللوز، نتوما اختي راني كنوريكم كاع المراحل. والقهوه راني ما ناسيهاش، راني كنمونطي كنشرب في قهوتي. اللوز البنات ملي تكون تقليو فيه هذه المبتدئات خليوه شويه بيض، ما تخليوش حتى كيتحمر مزيان، لان الا حمرتو اكثر من القياس يا حبيباتي الغزالات غادي يتحرق ليكم. دزنا هنا للمرحله ديال اللوز كيف ما شفتوا معايا. صافي الدجاج درنا ليه ديك التعليكه وخليناه، البيض نشفناه مزيان في واحد الشبيكه وحطيناه. هنا دزنا للوز كما قلت لكم، اللوز كنطحنوا مع شويه السكر سنيده مع شويه القرفه وزهره البرتقال باش كيجي منكه هذا اللوز هذا وكيجي بنين. وحتى الدجاج كنضيف ليه ساشيه ديال الزهر. الناس اللي كيعشقوا الزهر بحالي هما اللي يديروه، الناس اللي ما كيبغيوش الزهر ممكن يعوضوا بالروح ديال اللوز ولا بشي حاجه ولا يستغناو عليه، غير هو كيجي بنين الصراحه بسطيله مع نكهه اللوز والزنج داك الزهر كتجي بنينه. صافي اختي هنا غنطحنوا. المهم ما نخليش لكم مراحل طويله، غادي ندوزوا للمرحله ما قبل الاخيره.
المهم نتمنى تكونوا البنات استفدتوا شويه معايا، ونكون هكا الناس سمعوا هذاك الضوء اللي قلت لكم ديال الشعر. الناس اللي كيزيدوا الفيديو اختي راني كنهضر وكنعطي بزاف ما يتقال وسط من الفيديو. نتمنى ما تجروش اختي الخط التصنتي اختي، وما تنسايش اختي واحد اللايك. الله يحفظك وشكرا لكم كاع كاملين، والله شكرا 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 لكم من القلب البنات على كاع لي كومونتير الزوينه اللي كتخليو ليا في حقي. والله العظيم البنات الا كنقراهم وكنفرح. وكاين بعض التعاليق اللي كنبدا نقول لهم في الدار سمعوا 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 شنو قالت لي هاد المتتبعه، سمعوا سمعوا سمعوا. والله هادشي كيفرح من زعما صراحه كيفرحني نتوما. الله يفرحكم والله يفرحكم بوليداتكم وبعز عليكم يا ربي يا ربي، ويجعل لكم هذاك الكلام طيب في ميزان حسناتكم يا رب. وهنا غنقول للبنات اللي مازال اختي ما اشتركتيش عندي في القناه مرحبا بك، دخلي اختي، عندي محتوى نقي، عندي عائله صغيره هنا كنتشارك معاهم يومياتي وكيقبلوا لي على كل شيء. المهم الا كنتي انت جديده اول مره غتشوفي القناه كنقول لك اختي مرحبا بك. نتمنى تعجبك قناتي ويعجبك كلامي وتدخلي اختي معنا. الناس اللي قدام فكنقول لكم الله يكبر بكم. الميمات اللي متبعيني الله يطول اعماركم والله يحفظكم يا ربي يا ربي. والله الا كنفرح مني كنلقى امهات، عرفتي شنو امهات متبعينك، والله الا فخر كبير هذا ليا وشرف كبير انهم يكونوا كيبغيوني والله كيشبهوني بنياتهم. زعما هادشي بارك عليا. شتي القناه لما بغات تطلع ما عنديش مشكل اصلا. فاش كتكوني مشهوره وكتطلع لك القناه بزاف كتكون عندك ضريبه بزاف كتخلصي ديال الضرائب. انا اختي بارك عليا خليني غير مع هاد الناس الزوينين. الله يجعل لي البركه فيكم والله يحفظكم يا ربي يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ونعاود نقول عليكم احبكم في الله. سبحان الله هذا الكلام دابا خرج من قلبي. خليت اختي الفيديو، خليت اختي البسطيله، نتوما راكم كتشوفوا، وبغيت اختي نهضر شويه ونخوي كل ما في قلبي يا ربي يا ربي تحفظكم. وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا غادي نرجعوا اختي البسطيله صافي. درت الطبقه الاولى الثانيه الثالثه كلشي راه موضح لكم البنات في الفيديو. وهنا كيف ما كنعرفوا كاملين درت الدجاج هو الاول، من وراه درت التغميره ديال البيض والتغميره، ومن بعد درت اختي اللوز. انا درت كونتيتي قليله لان اصلا كيف ما قلت لكم غير تعيطوا ليا غير صحاباتي، ماشي شي ناس كثار وداك الشيء وغير قلال، يعني ماشي شي حاجه كثيره خصني نديرها. صافي قلت ندير بسيطيله. هما اصلا كيقبلوا لك على كل حاجه، واي واحد كيجي عندك كيقول لك الضيف ما يتشرط ومو الدار ما يفرط. حنا اللي قسم الله حنا كنديروه، وهذا الشيء اللي كاين. المهم فاش يكونوا جايين عندك الضياف هي الابتسامه وتستقبليهم وانت فرحانه وانت ناشطه بهم. هذا هو اللي كيبقى دائما عند الناس. اما راه كل واحد البنات عنده خير في دارو، حتى شي واحد ما كيدي واحد عنده على قبل الماكله ولا على قبل شي حاجه. واخا مؤخرا ولينا كنعيشوا واحد الجفاف في الضياف، وسبحان الله العظيم شي ما بقى كيمشي عند شي ما بقى كيعرض على شي. صافي كل ولا سد على دارو، كل ولا سد على راسو، كل منعزل مع وليداتو. واصلا حتى الناس اللي كيكونوا كيديروا العراضات وداك الشيء بزاف كيجي واحد الوقت تاعهم كيعياو ما كيبقاوش قادرين. صافي كيقولوا ستوب لان عرضي عليا اليوم نعرض عليك غدا. باش واحد ديما 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 نفس المبادره كتجي منه واحد الوقيته صافي كيعيا كيهز الرايه البيضاء وكيقول استسلم بركه. ولكن الا عيط لك شي حد وقال لك راني غادي نجي عندك اكيد كتعيطي عليه وكتقولي مرحبا بك وكتستقبليه بداك الشيء اللي قسم لك الله. وهذا الشيء اللي كاين اختي دوينه في بزاف ديال المواضيع. وغنرجع لكم الموضوع الاهم اللي هو الملوي. والله العظيم البنات انا كنمونطي في هذا الفيديو وعجنت لكم الملوي دابا، عجنته حيت انا كنعجنو بنهار قبل، كنعجنو بحال دابا عجنته اليوم. غدا ان شاء الله غادي نورقو باش نحط لكم الفيديو ان شاء الله باذن الله، وغادي يعجبكم وكونوا اكيدين انكم الا جربتوه غتحماقوا عليه. انا غندير كونتيتي قليله فريمون، كونتيتي صغيره بزاف حيت اختي راه قتلني الصهد وكنت بغيت نتسنى حتى تحيد هذه الموجه الحراريه، ولكن قلت صافي بان لي الصهد مازال مطول معانا. قلت غادي نصايبو ونبارطاجيه مع البنات لان ما نخليكمش كتسناو الصيف هذا، وبزاف ديال البنات باغيين يديروا الملاوي. وهاد الطريقه اللي غادي نبارطاجي معكم كونوا اكيدين انكم ما غتبقاوش تستغناو عليها بتاتا، وغترحموا لي عليها الوالدين لانها غنعطيها لكم من القلب وغادي نحماقوا عليها. واي حاجه كنبارطاجيها معكم والله البنات لها من القلب الخالص. الناس اللي قالوا لي هاجر اللون ديال شعرك البنات راني بارطاجيته معكم مرارا وتكرارا. تقريبا وليت كنلاحظ انني اي فيديو كنحطو كنهضر على هذا الموضوع. خلاتها واحد الاخت
دخلت عندي وقالت لي شوفي حجر صبغي شعرك قدامهم اختي ووريهم الصباغه وديري فيديو خاص بصباغه الشعر باش يبقى عندك في لاباج واللي بغاه يدخل يجبدو صافي باش ما يبقاوش كل مره يكتبوا لك في لي كومونتير. البنات انا دابا نديرو غير انا ما كنصبغش بزاف، انا كنخلي حتى وكان كيخرج الشيب يعني كيبان مشوه عندي في النواظر عاد كنصبغ. البنات اختكم بدا هالشي بكري عرفتي وليت ما كنبغيش نصبغ شعري كله، كنخاف كنصبغ غير لا غاسين غير دوك الزغيبات اللي عندي فيهم شيب هما اللي وليت كنصبغ. دابا غادي يصبروا عليا حتى وكان يخرج لي اختي الشيب، دابا راه غتقولوا يا ربي يخرج لها الشيب دغيا باش نعاود نصبغ معاكم وصافي. بالنسبه للروتين كيف ما قلت لكم اللي قلتوا لي هاجر بارطاجي معنا اختي راه سكتوا عليا راني مشيت درت الميكرو بليدينغ، سكتوا عليا راني مشيت البارح درت الميكرو بليدينغ اختي، واليوم راني مستغربه من وجهي بان لي وجهي مبدل عليا اختي ما فهمت والو. جاوني الحجبان غلاض وجاوني داك اللون فونسي باقا مخلوعه تسناو عليا اختي تيتقشر هاد العجب يتقشر. وعاد ديك الساعات نبارطاجي معكم هاد الشيء اللي درت اختي طلعوا لي المورال عندكم اختي تهبطوا لي المورال عندكم تهبطوا لي المورال. انا غنبارطاجي معاكم البلاصه فين والثمن والحجبان وقبل وبعد. انا راه ولا عندي مشكل وليت كنفيق الصباح كيبان لي حجباني ناسلين، انا عندي حجباني خاوين من الجناب. ايوا اختي البارح وهي طلع لي المورال قلت نوضي هاجر سيري ديري الميكرو بليدينغ. مشيت لواحد الصالون درت بروميير سيونس، هي حقا قالت لي قالت لي في اليوم غيكونوا عاديين غدا قالت لي غيصبحوا لك فونسي. جاوني حرشين على حروفي. المهم خليهم حتى اختي يتقشروا وعاد نبارطاجي معكم. دابا ما غنبقاش نبان غندير اعتكاف، ما غنبقاش نبان لكم في يوتيوب الا جبت لكم شي مقطع قديم بنت فيه وسلمت عليكم فيه وصافي. نيت راني مصوره لكم واحد المقطع غادي نحطو لكم هو اللي بديت فيه الملوي، بديتو قبل ما ندير الميكرو بليدينغ. المهم راكم فهمتوني ياك فهمتوني. ايوا اختي هنا حطيت البسطيله ديالي غادي نقطع لكم غير واحد الطريف حبيباتي نوري لكم كيفاش جات من الداخل. شوفوا لي ما شاء الله دوك الطبقات، شوفوا لي الدجاج، شوفوا لي التغميره وشوفوا لي اللوز كيفاش جات كل حاجه شاده بليصه ديالها. وهنا صافي كنوريكم. المهم هنا قطعت زعما داك الشيء فهمتي. نتمنى انه يعجبكم. وحطيت الديسير حطيت واحد الفلون ديال البيض اللي دائما وليت كنصايبو في هذا الصيف هذا لانها الحراره المفرطه. البنات اللي بغاو المقادير قول لي قتلتينا اللي بغاو حتى حاجه باش النار. لا والله البنات غادي نحط لكم فيديو ديال الملوي وفيديو ديال الكيكه ديال النوكا هادو حسبوهم كاينين. الا بغيتوا هاد الفلون هذا وهاد لاطاقت هادي كتبوها ليا ومرحبا على الراس والعين اختي. نتقدى لخواتاتي ونصايبهم لكم. انا راني دايره ريجيم ودايره صيام متقطع وضعافيت الحمد لله. نقصت البوا ماشي بزاف، المهم نقصت واحد شويه. غادي نبارطاجي معكم قولوا لي النتيجه وقولوا لي واش نقصت ولا ما نقصتش وخليوا لي في لي كومونتير. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات داكشي علاش ما بقيتش صدعنات. يلا انا بغيت نخلي لكم هاد الغوات، بغيت نخلي لكم هاد المقطع باش تعرفوا اختكم الا غبرات عارفوا انا مغبرها غير الغوات ديال الوليدات وما كنقدرش ندير المونتاج. انا هنا راني فقت بكري باش ندير لكم المونتاج لهاد الفيديو، كانوا مازال ناعسين دابا فاقوا. ايوا اختي سمعوا ليا سمعتوا. يلا بسلامه، خليتكم في امان الله وحفظه.